سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه حسنيه بيوتي اللي كتجيب لكم دائما وصفات طبيعيه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده ان شاء الله في القناه. وصفه صراحه اللي كاع البنات غادي يحتاجوها. صراحه زوينه 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 بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه البنات ديال اليوم اللي غنقدم لكم، هاد الوصفه البنات كتليق البنات اللي كيكون عندهم الشعر ديالهم ناشف اولا متجعد، يعني البنات كيكون الشعر ديالهم حرش بزاف بزاف. وهاد الوصفه البنات كترطب الشعر لواحد الدرجه اللي ما تصغروش، وكتعطي واحد اللمعان واحد لابغيونس في الشعر. صراحه اللي ما نعاودش لكم، غادي تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله، حيت صراحه فنه 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 فنه. وبالنسبه للنتيجه البنات كتبان من اول استعمال، كتبان النتيجه واضحه وباينه. المهم البنات، قبل ما نبداو ان شاء الله في المكونات وطريقه الاستعمال، اول حاجه بعدا اللي شاف القناه يشارك فيها ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل بالجديد، واللي متبعني دائما تخرج عليا بلي لايك وبالكومونتيرات الزوينه ديالكم بطبيعه الحال. وما تنساوش عفاكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس والاحباب والاصدقاء ديالكم باش هكا كلشي يستافد من الوصفه ديال اليوم. المهم البنات، نبداو ان شاء الله في الوصفه ديالنا. كيف ما كتشوفوا البنات، عندي هنا 4 ديال المكونات. كل مكون صراحه طوب للشعر وكيعطي واحد النتيجه، وخاصه في بزاف ديال المنافع للشعر. اول حاجه البنات، كيف ما غتشوفوا معايا، غنحتاجوا 4 ديال المكونات. اول حاجه غنحتاجوا ديميلور. يكون عندنا ديميلور البنات. شي ماسك يكون عندنا ديال الشعر في الدار، اللي نتوما كتستعملوا. بالنسبه لي انا البنات كنستعملها البنات هاد هيربال ايسونس. نتوما تقدروا تستعملوا اي ماسك عندكم البنات، اي ديميلور عندكم تقدروا تستعملوا. ماشي البنات شامبوان، انا كنعاود نكررها، ماشي شامبوان، ديميلور ولا ماسك، يعني اللي عندكم في الدار تقدروا تستعملوا في هاد الجوج. بالنسبه لي انا كنستعمل هاد الماركه، كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم تقدروا ديروا اي ديميلور عندكم في الدار اولا ماسك في الدار، تقدروا تستعملوا في هاد الوصفه هذه، حتى هي كتعطي نتيجه زوينه. بالنسبه للمكون الثاني غنحتاجوا البنات جيل ديال الويفيرا. جيل الويفيرا البنات تقدروا تاخذوه من الصيدليه او بارا فارماسي. صراحه البنات كتكون عندهم زوينه احسن من المكياج، حيت ما تقدريش تشوفي، ما تقدريش تيقي واش كاليتي مزيانه ولا لا. من الاحسن خذوه من الصيدليه او البارا. وبالنسبه للبنات المكون الثالث اللي هو البنات العسل الحر. كيف ما كتشوفوا معايا، حاولوا البنات تاخذوا عسل الحر حتى هو منه معلقه، حيت صراحه هو مفيد للشعر بزاف 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 البنات. وبالنسبه للبنات المكون الاخير اللي عندي البنات هنا زيت الخروع. كيف ما كتشوفوا معايا زيت الخروع البنات حتى هو البنات حاولوا تاخذوا اللي كيكون محصور قدامكم، او لا خذوا كاليتي كتكون مزيانه، حقاش حتى هو فيه الاوريجينال وفيه العادي. حاولوا البنات تاخذوا الزيت تيكون مزيان، باش هكا تكون وصفه ناجحه وزوينه زوينه بزاف. المهم البنات، بالنسبه للمكونات هما هادو كيف ما وريتكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال، دائما انا كنقول لكم في اي وصفه تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتوا، يعني الكميه كتبقى على حسب اختيار ديالكم، على حسب الطول ديال شعركم او الكثافه ديال الشعر ديالكم، او لا بغيتوا تستعملوها جوج او لا وحده. المهم تيبقى داكشي عينكم ميزانكم. انا كنوريكم الوصفه، كنوريكم مقادير، طريقه استعمال، نتوما القياس تقدروا تستعملوا على حسب القياس اللي بغيتوا نتوما. بالنسبه لي انا هنا البنات غناخذ 2 معالق ديال الديميلور، غنزيد عليهم البنات معلقه واحده ديال جيل ديال الويفيرا. دائما بناتي الا خديتو كميه كبيره من ديميلور، النص ديالها ديال الكميه ديال جيل الويفيرا. المهم البنات انا خديت 2 من الديميلور، غناخذ معلقه من جيل ديال الويفيرا غنزيدها حتى هي في الوصفه. وغادي نزيد البنات هذيك معلقه ديال العسل الحر كيف ما غتشوفوا معايا في لا فيديو. من بعد البنات غادي نزيد معلقه ديال الخروع حتى هي في الوصفه ديالنا. من بعد البنات كيف ما غتشوفوا معايا غنخلط المكونات كاملين حتى تيتجانسوا ليا مع بعضياتهم كلهم البنات. ضروري نخلطهم مزيان حتى تيتجانسوا لنا مع بعضياتهم. من بعد البنات عاده تنطبقوها على الشعر ديالنا. من بغيو البنات نطبقوا على الشعر ديالنا، انا غنوريكم في واحد اللقطه هنا في لا فيديو. غنستعمل واحد الدميه عندي في الدار، كيفاش غنش الشعر ديالها، كيفاش غتستعملوا هذه الوصفه هذه. بالنسبه للوصفه البنات حاولوا تستعملوا هذه الطريقه كيف ما وريتكم في لا فيديو، يعني تستعملوا بخصله، ماشي تطليو شعركم دقه واحده، لا سيروا بخصله بحال كتبغيو تصبغوا الشعر ديالكم هكاك، يعني بخصله. وفي الاخر البنات جمعوا شعركم مزيان على شكل شفينجه، وديروا واحد سلوفه لشعركم.
وخليوها البنات لمده 30 دقيقه يعني نصف ساعه. من بعد البنات عاد دخلوا ودوشوا. عرفتوا البنات ما نعاودش لكم واحد الرطوبه وواحد اللمعان وواحد لابغيونس في الشعر صراحه اللي زوين 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 بزاف. من اول استعمال البنات كتبان النتيجه واضحه وباينه وزوينه زوينه بزاف. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا غنخلط هنا مزيان 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 المكونات باش هكا يتجانسوا ليا مع بعضياتهم. بقاو تخلطوا البنات بقاو تخلطوا مزيان 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 حتى يتجانسوا لكم المكونات. حيت ضروري البنات خاص داك العسل والديميلور وزيت الخروع وجيل الالوفيرا خصهم يتجانسوا لنا مع بعضياتهم باش هكا الوصفه تكون ناجحه ويطلقوا في بعضياتهم ويعطيونا نتيجه اللي غادي تكون زوينه ان شاء الله. كيف ما غتشوفوا انا كنخلط باقي كنخلط هنايا غنخلط مزيان 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 حتى يتجانسوا ليا المكونات. من بعد البنات كيف ما قلت لكم راني غنطبقها على واحد الدوميه عندي على الشعر ديالها باش تشوفوا الطريقه الاستعمال كيف ما قلت لكم. يعني تمشيو بخصله بخصله ماشي تطلعوا على الشعر كامل. ملي غطليوها البنات كيف ما قلت لكم تخليوه 30 دقيقه. من بعد البنات دوشوا وردوا عليا البنات في التعاليق. اكيد اكيد غادي تعجبكم الوصفه حيت صراحه البنات وصفه اللي غزاله 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 بمعنى الكلمه. وعلى فكره البنات بالنسبه للبنات لهذا الماسك هذا تقدروا تستعملوه وانتوما ما ديروا حتى شي ماسك من موراه او لا ديميلور من موراه. هو فيه كل شيء البنات فيه يعني فيه شامبوان وفيه ماسك وفيه ديميلور يعني فيه كل شيء البنات. صراحه البنات كيعطي واحد لابغيونس للشعر زوينه 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 بزاف من اول استعمال. واحد الرطوبه البنات حتى باش تكونوا طبقوه على الشعر ديالكم كتحسوا بان الزغبه يعني ولات رطبه البنات. ما نعاودش لكم واحد الدرجه اللي زوينه. المهم البنات هذه الوصفه ديال اليوم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وكنتمنى تجربوها. اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تعطيكم نتيجه اللي غزاله. واللي جربتها في البنات اللي متبعيني في القناه ترد عليا في التعاليق حيت اكيد ان شاء الله غادي تعطيك نتيجه اللي زوينه زوينه باش هكا البنات الاخرين اللي دخلوا للقناه وشافوا لا فيديو يشوفوا بان البنات مجربينها ويزعموا حتى هما يجربوا هذه الوصفه ديال اليوم. صراحه البنات مكونات ساهلين وبساطين ومتواجدين في كل بيت ومكونات اللي طبيعيين صراحه البنات وكيعطيو واحد النتيجه اللي غزاله 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 بزاف. المهم البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم كنتمنى تعجبكم وكنتمنى نكون ظريفه وخفيفه على قلوبكم. ودائما الوصفات اللي كنقدم لكم نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. واي وصفه او اي حاجه يعني بغيتوني نشاركها معكم كتبوا لي في التعليق اكيد ان شاء الله ما غنبخلش عليكم بها. الا كنت نعرف لها اي فكره او اي حاجه اكيد ان شاء الله غنشاركها معكم علاش لا بطبيعه الحال. المهم البنات هذا مكان ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. غنقدم لكم ان شاء الله وصفات اللي غيكونوا زوينين وفي المستوى وصراحه وصفات اللي غيكونوا غزالين 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 بزاف. وانا كنشوف كومونتات حق البنات انا كنشوف كومونتات كتكتبوا لي اكيد ان شاء الله اي وحده كتبت لي شي تعليق وبغات انني نشارك معها شي وصفه اكيد ان شاء الله ما غنبخلش عليها. غنشارك مع الوصفه. يعطوني شويه الوقت البنات باش هكا كل وحده يعني ندير ليها الوصفه اللي بغات اللي طلبت مني. المهم البنات صراحه هذه وصفه غزاله كنتمنى تجربوها وكنتمنى اللي جرباتها كيف ما كنقول لكم دائما اللي جرباتها كنتمنى ترد عليا في التعاليق حيت صراحه وصفه غزاله 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 بمعنى الكلمه. المهم البنات شكرا لكم بزاف بزاف. كنبغي نشكركم دائما على الدعم اللي كتدعموني في القناه وكنبغي نشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتوصلني عندكم سواء كانت سلبيه او لا ايجابيه ما عنديش مشكل. كيف ما كنقولها لكم دائما كل واحد كيبغي يعبر عن الراي ديالو يعني سواء زوين تعليق او لا خايب كلشي كنتقبلوا من عندكم. هذا مكان البنات وكنبغيكم بزاف 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 البنات بزاف البنات. المهم البنات نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وكنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم وما تنساوش البنات طبقوا هذا الماسك حيت صراحه الطب ديال الطب البنات. المهم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد في وصفه جديده وكنبغيكم بزاف بزاف.